السلام عليكم. راك فرحان؟ بين لا على بها جيت تتفرج فيا باش نحكي لك على سر السعادة والحياة الجميلة. صراحة أي حاجة تبدأ بكلمة سر مشكوك في أمرها. سر النجاح، أسرار تعلم الإنجليزية في 4 أيام، سر البكالوريا في 10 أيام. أصلا هذا نورمالمون أسرار واحد ما يقولهم لك. عاد تسمع راك تقول لي ما كانش سر السعادة، كان لا نتاع بروح نتفرج. صاحبي اصبر عليا شوية، كلمي روحك. المهم أنا قاعد ندور في اليوتيوب بلا هدف في الحياة، نلقى هذا السيد رحالة واسمه محمد رضا من ولاية وهران. لقيتهم داير سلسلة فيديوهات توثيقية لرحلة حول الجزائر بمعنى الكلمة، ماشي تعبير مجازي، من وهران الأضرار حتى الأقصى الجنوب، عين قزام وبرج باشي مختار، ومن بعد يعاود يرجع لتامر راست ورقلة حتى الأقصى الشرق الطارف، ومن بعد يعاود يرجع لوهران. لأنها تقول لي هذا السيد حاب يهلك الطوموبيل تاعو، فضلوا عليه الدراهم. لا ما عندوش طوموبيل، تمسخر بيا، راح بالموطو تاع الموطو ما عندوش، بالفيلو بالدراجة الهوائية، دار رحلة حول الجزائر. خرطتهم كاع الخريطه مسحتهم. هذا مهبول خلاص. لا راه يشقي في روحو كيما هكا. شوف كلمة يشقي عكسها، السيد فرحان ومستمتع. واش نقول لك؟ باك الناس كانوا يتحبس لي نغيظهم نشوفهم ما يفهموش بلي انت راك تستمتع. انت هذه هي حياتك، هذا الشغف تاعك، هذا هما الصوالح اللي تبغيهم انت. هو ما يفهموش الامور اللي تمر معاناه. الحاجه اللي حيرتني الماتريال تاعو اللي يسافر به، هذوك المعدات تاع التخييم والتصوير والصيانه، لو كان يلمهم يشري بهم طوموبيل نورمال ويروح يحوس كي العباد بالويكاند. بصح هو لا خير الميزيريا. انا مولف نعرف الميزيريا واحد ما يخيرها، الناس اللي تميزر طلع غالب عليها، ما باليد حيله. كيف هذا هو يروح يخير الميزيريا بيديه؟ انا خممت مع روحي، انا نورمالمون طبيب نامن بالمنهجيه العلميه، اي حاجه باذن الله عندها تفسير، نديروا شويه ابحاث لعل وعسى نفهموا هذه الحاجه ونقولوا حنا ثاني نستمتعوا بالميزيريا اللي رانا فيها، وممكن ما نلقاوش تفسير. يعني تبقى تتفرج في الفيديو ومن الاخر ما تربح والو. ما نضمنلكش، راني قلت لك منظور. وباه نبداو البحث نتاعنا لازم قبل نغوصوا في الفيزيولوجي تاع الجسم تاعنا وكيفاه يتفاعل مع السعاده، باه ممكن نفهموا واش الحاجه اللي تفرحنا ونفرحوا بها. وكما نعرفوا كامل وكما نعرف انا وانتم ما تعرفوش، المخ نتاعنا هو مركز التفاعلات اللي عندها علاقه بالسعاده. مثلا لو نجيبوا انسان فرحان ونحطوه تحت اشعه ليارام، بصح هذا النوع من اليارام يسميوه ليارام فونكسيونال كما اليارام اللي نعرفوه، بصح هو بالفيديو. يعني حاجه متطوره بزاف. نلاحظوا بزاف مناطق اكتيف يعني نشيطه في المخ، كما لافوا ميزولامبيك، سترياتون فونترال والكورتكس بريفرونتال، ومناطق بزاف تختلف على حسب كل دراسه. خلعتكم على بالي ما فهمتوا بها والو. هذا راهم غير اسامي تاع مناطق في المخ، كل منطقه بالاسم تاعها. بصح الحاجه اللي حيرتني كيفاه داروا هذه التجربه، يعني كيفاه انسان فرحان داخل ليارام. تمسخر بيا؟ صندوق ضيق تقول راك في قبر، منين حتجيك الفرحه يرحم بابك؟ لا علينا. هذه التفاعلات اللي داخل المخ تصرى نتيجة هرمونات بزاف، أشهر واحد فيهم اللي هو الدوبامين، اللي تسمعوا به ديما في التنمية البشرية، زيد جرعة الدوبامين الخاصة به. هذا الهرمون بالضبط مسؤول على المكافأة في الجسم. مثلا تاكل حاجة بنينة، ولا تشري حاجة جديدة، ولا تفرج فيديو من الفيديوهات تاعي، تجيك الفرحة. وهذه هي خدمة الدوبامين. وإذا كانت هذه الحاجة تجيك بعد تعب شديد كما الخدمة ولا الرياضة، لهنا حيتدخل هرمون واحد اخر اسمه الاندورفين. للمهمه تاعو الاصليه هو تخفيف الالم، بصح عنده دور واحد اخر في المتعه. كما يحكيوا بعض الناس في الماراثون كيكونوا ميتين بالتعب، ومن بعد تجيهم واحد الانرجي وواحد المتعه مع هذاك التعب تخليهم يكملوا الماراثون. والله كي تكون تفرج في الدوري الانجليزي في اللحظات الاخيره من المباراه يبداو يهبلوا، يبداو يديروا في الدراما تاعهم. ديونج يمرر، اغويرو بيرسل الكره، محاوله تصل، اغويرو بيعدي هذا كامل في عين الاندورفين. وكاين صاحبنا واحد اخر اللي هو لوسيتونسين، اللي نورمالمون هو هرمون يتفرز اثناء الولاده والرضاعه، ولكن عنده علاقه كبيره بالمتعه، خاصه في العلاقه الزوجيه. وبنعطيكم سر صغير على هذا الهرمون. كاين دراسات يقولوا باللي يزيد نسبه الاخلاص عند الرجل مع لوسيتوسين، لا خيانه لسنين. حبه الصباح بعد العشيه ورقدي متهنيه. عندكم تجربوا صح، انا نعرف عيلكم. ونختم التشكيله تاعنا بهرمون الاخر اللي هو السيروتونين، الهرمون المضاد للتوتر. اغلب الادويه المضاده للاكتئاب قائمه على زياده تركيز هذا الهرمون. تسمى ولات خلطه سهله، مغرفه دوبامين معسل، نص حبه اندورفين، اوسيتوسين مرحي مليح،
ورشفه تاع السيروتونين وراك سعيد مدى الحياه. وبين هذا الهضره خرطي، لانه هذا هو عمل المخدرات اللي تعمل على تحفيز هذه الهرمونات، بصح حتؤدي بك الى الادمان والهلاك. وتعاطي المخدرات نقدروا نوصفوه بكل الصفات ما عدا صفه السعاده. بصح علاه؟ وين المشكل؟ درك نشرح لكم. الحاله البيولوجيه تاع الجسم تاعنا ما تقدرش تلعب بها كما حبيت، تقدر تاثر فيها تعاونها شويه، بصح باش تمشيها كما حبيت مستحيل. الجسم تاعنا ما تخربش فيه، وخاصه المخ اللي هو اعقد عضو في الجسم واللي مستحيل تختصروا فيه هرمونات وتفاعلات كيميائيه. مثلا راك مقلق 40 كابليس خرجت من الخليه، 20 ان ابليس عاود دخلت، ما عندها حتى معنى. البيولوجيا عمياء. والحوايج النفسيه اللي تجينا كيما نمنو احنا كمسلمين عندها علاقه بالروح، اللي هي حاجه ما نقدروا ندرسوها ولا نثبتوها بهذا المنهج التجريبي اللي رانا نستعملوه فيه. واغلب الظن انه هذه الحوايج البيولوجيه هي فقط تجلي للروح والاثار نتاعها، مش سبب فيها. شوف انا راني كرهت هذه الخلطه، اعطيني اودي دار قدام البحر وروح انت والسعاده تاعك، راني جايك غير انت ما ننساكش. المهم عرفنا انه تحقيق السعاده بواسطه المواد الكيميائيه هي فكره غبيه. تسمعوا شنو هو الحل؟ لازم نرجعوا للطريقه التقليديه. واش هما الحوايج الطبيعيه اللي تزيد من هذه الهرمونات نروح نديروها ومنهم نحسوا بالسعاده؟ حاجه بسيطه خلاص. شوف روحك واش راك حاب. راك حاب طوموبيل، دار مليحه، لبسه مليحه، تليفون مليح، منصب عالي، تسافر، تترفه، وهذه الحوايج كامل يحتاجوا دراهم. تسمى سهله خلاص، روح دير دراهم وعيش الحياه الجميله. سهله يا اخي. بصح انا صامت لازم نفسد عليك نهار. وعلميا واحصائيا الهضره اللي هدرتها خرطي في خرطي، لانه حسب الدراسات المال هو سبب السعاده كما يقدر يكون سبب التعاسه. يعني كي ندرسوا الاغنياء حنلقاو فئه سعداء وفئه واحده اخرى في التعاسه يتمرغوا. تسمى وينو السر؟ السر يكمن في طريقه استعمال هذاك المال، يعني هذا يعود لشخصيتك. ولهنا نبداو نفهموا اكثر. فلو انت تربيت مدلل والحاجه اللي تشوفها تشريها، لا الدراهم حيدمروك وتولي انسان بزاف راجي، ومن بعد يهبطوا عليك مصائب الدنيا يطحنوك. وبالعكس لو كانت شخصيتك قويه وعندك رؤيه واهداف واضحه، حيكونوا الدراهم وسيله بزاف مليحه باه تعاونك على هذوك الاهداف وتحققهم وانه تولي سعيد. تسمى بدينا نقربوا الاجابه. السر يكمن في الشخصيه، صح ولا انا لازم نجيبوا القهوه لاتاي باراسيتامول راسك يولي باطيمه؟ درك بعد ما عرفنا انه الشخصيه تلعب دور مهم، هنا لقاو تناقض. نورمالمون حنايا كامل البشر عندنا نفس الهرمونات. كيفاش الشخصيه اللي هي حاجه معنويه تاثر لي في حاجه بيولوجيه؟ هرمونات السعاده كاينه عند الناس كامل، تسمى اوتوماتيكمون كامل يكونوا سعداء. وهذا هو التعقيد اللي يربط علم النفس بعلم الاعصاب. المهم شكشوكه بيناتهم. وبلا ما نكسر لك راسك على بالي راسك صغير برك، لازم نسيسوه. ونعطيك مثال بسيط. لو جبنا انسان عطشان حيموت بالعطش قاعد في الصحراء ونعطوه الماء يموت بالسعاده. بصح انسان عادي هو يشرب الماء كحاجه روتينيه ما يحسب والو. ها هي لهنا نفس الحاجه اللي هو الماء اللي نورمالمون تحفز نفس الهرمونات. علاه لهنا مدت نتيجتين مختلفتين تماما. التفاعلات اللي داخل المخ نتاعنا مرتبطه بزاف بالنفسيه تاعنا وتستجيب على حساب الوضعيه اللي راك فيها. على بالي راك لقيتها. تسمى ممكن نفس الحاجه تفرح واحد اخر تجيه عاديه خلاص على حساب الظروف والنفسيه تاعو. هكذا راك بديت تعجبني. تسمى القضيه قضيه تقدير النعمه. كاين اللي يقيم حوايج بسيطه وكاين اللي حوايج بزاف غاليه ما يدير لها حتى حساب. الاول تصرالو بيك تاع الدوبامين يطلع في السماء غير كي تعطيلو كادو قرعه ريحه، والثاني تعطيه طوموبيل حاجه ما تصرى. هنا تقول لي حبس نتفاهموا على حاجه، معليش ما تزيدش عليها. انا عندي بورطابل ريدمي وعاجبني والحمد لله مقتنع به، بصح ماذا بيا نشري ايفون ومتاكد 100% لو يكون عندي ايفون حتزيد الفرحه نتاعي وانا نفرح به اكثر. لهنا لازمك هذا المثال وما تزيدش تحكي معايا. وقبل ما نبدا المثال، راك متاكد صح لو يكون عندك ايفون ما تطمعش في حاجه واحده اخرى؟ متاكد 100%؟ معليش. خلونا نرجعوا بالزمن ونروحوا لعمي كسرى ملك الفرس ونسقسيوه على الرفاهيه نتاعو كيف كان يعيش. هل وسيله السفر تاعو كيما تاعنا؟ لا. هو عنده احصنه، احنا عندنا طوموبيلات. عنده بي سي جيمنج؟ لا. بورطابل؟ والو. كي يمرض كاينين وسائل طبيه تاع درك يعالجوه؟ ما فيهاش. السخانه كاين كليماتيزور؟ تلفزيون؟ والو. صاحبي حنا خير من ملك الفرس؟ خايف نقول لك خير منه، بصح كيف ماناش حاسين باللي رانا كيما ملك الفرس، لانه ببساطه كامل عندنا هذه الحوايج متوفرين عند اغلب الناس. والانسان بالطبع نتاعو يقارن روحه بالاخرين. تسمى لقينا قاعده واحده اخرى، مادام راك تقارن روحك بالاخرين مستحيل تحس بالقيمه تاع الحاجه اللي راهي عندك. ولا انا بين لقيتها السر الثاني اللي هو القناعه.
القناعة والرضا. ولا هنا نعاودو نرجعو لخونا محمد رضا، القناعة والرضا مع محمد رضا. هو بالعاني حط روحو في هذه السيتياسيون، ظروف صعبة باه يقدر الحوايج البسيطة اللي نعيشو بها في هذه الدنيا ويستمتع بكل حاجة فيها. مثلا يكون يتمشى 200 كيلومتر ما يشوف حتى بنادم، صحراء قحيلة، ومن بعد وسط هذوك ال 200 كيلو يلقى بالراكة تاع واحد يبيع تاي والمحاجة. دنيا وما فيها. كنبغي انا ببساطه يوليو هذوك الحوايج البسيطه اللي ما وليناش اصلا تولوه لهم يحس بهم ويستمتع بهم. يقدر الامن اللي راهو فيه، يقدر الصحه تاعو اللي خلاته يسافر هذه المده، يحس بالريح، يحس بالمطر، البرد، السخانه، العباد اللي يتلاقاهم، وهذه الحوايج كامل اللي عندنا بزاف من نسيناهم ما وليناش نهتموا بهم اصلا. يبانوا لنا حوايج روتينيه ما عندها حتى معنى. والاحداث الصعبه اللي تصرالو في الرحله تاعو تعلموا القناعه ويكون واجد لاي حدث يصرالو. يعني متوكل على ربي وصادم اللي جد. والمستقبل ما عندي فيه حتى صلاح، عمري ولا خممت فيه، عايش نهاري. ولهنا كاينه فرضيه مليحه عندي بزاف من اللي خممت فيها. انا نظن ونامن انه اكثر الاشياء سعاده للانسان هي الاشياء الطبيعيه اللي خلقها له ربي سبحانه باش يفرح بها، مثلا الطبيعه، الحيوانات، الوالدين، الناس اللي راك عايش معاهم، الذريه، الزوجه، وحاط وسطر تحت الناس اللي راك عايش معاهم، لانه هذه حاجه مثبته علميا في وحده من اكبر الدراسات اللي تمت على مر سنوات واجيال، وين نلقاو انه اكبر عنصر مهم في سعاده الانسان ما هو لا دراهم ولا حاجه واحده اخرى، هو الناس. ثم راك تقول لي ابراهيم جارنا هو سر السعاده تاعي. تمسخر. الناس هما اللي يشكلوا المحيط اللي راك عايش فيه. لو نشوفوا مثلا صحاب الرجله تلقاهم عايشين في حرب، وهذا يتضارب مع هذا عنده حسيفه مع هذا، وديما يقولوا لك هذيك النصيحه الاسطوريه تاعهم: يا خو لو كان تكون ترونكيل ياكلوك، وانت تشوف راك وسط عائلتك والناس اللي تعرفهم ما كاين حتى واحد حاب ياكلك. وين عايشين هاد العباد؟ في غابه اول. العالم اللي راهم عايشين فيه مختلف خلاص على العالم اللي راك عايش فيه. والحمد لله اي واحد بليزوما يقدر يخير العالم اللي يعيش فيه والعباد اللي يدور بهم. ولا هنا تجي اهميه انك تخير العباد اللي راك داير بهم، صحابك، زملائك تاع الخدمه، وخاصه الزوجه اللي قاعد تكمل معك حياتك كامل، سواء تديك هكذا سواء تديك هكذا. ودرك كل واش حكيت دار روحك ما شفتوش ولا سمعت به وما عنده حتى معنى. كي تهبط عليك الدنيا بالمصايب تفقد حاجه واحده عزيزه عليك، صحتك والله واحد عزيز، والله الامن كما راهو صاري مع خوتنا في غزه. نسال الله لهم النصر والتمكين والخذلان لعدوهم ولكل من والاه واعانه بشتى الطرق. ثم كل دروس التنميه البشريه يختفيوا، لا تطوير الذات لا والو. لو كان ما يكونش عندك الصبر على الشدائد نحشيت لك. وهذا هو السر رقم 4 اللي ممكن يكون اهم سر فيهم، لانه ما على بالكش واش من مصائب ممكن يجوك في الدنيا ولا المكتوب تاعك كيف راح يكون. تسمى لو كان ما يكونش عندك الصبر مصيبه واحده تنسفك نسف. ولا هنا ممكن تسقسيني هذا الاسرار انا اللي اخترعتهم؟ ماذا بيا نقول لك مش نحس روحي حاجه كبيره، ولكن افتح معايا المصحف الشريف ونقرا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه في تقدير النعمة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه في القناعة والرضا بما كتبه الله لك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه في الصبر للمصائب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
هذه في أهمية اختيار الآخرين اللي لازم يكونوا مؤمنين وناس صالحين. واخر حاجه نقولوها هي انه السعاده ماهيش غايه في هذه الدنيا، ولو خلقنا ربي سعداء ما نقدروا نديروا والو، نقعدوا غير نتمتعوا قاعدين، لا علم لا خير لا شر لا مجتمعات لا اسره، حاجه ما تصرى. الاقدار والابتلاءات هي اللي تحرك فينا باش نافونسيو وباه نكونوا خلفاء في الارض ونحققوا العباده، وهذاك هو الهدف الحقيقي نتاعنا. ولهنا خلاص كملنا.